بطل الأرثوذكسية القويم القديس البابا ديوسكورس الذي نال عذابات وألمات. شوفوا الواحد فينا لما بيروح يخلع ضروسه ياخد كام حقنة بنج عشان ما يحسش بالألم، ورغم ذلك مهما يكون الطبيب شاطر بيحس برضه بنوع من الألم، ويكتب له على مسكنات، يكتب له على أدوية خاصة لالتئام الجروح. البابا ديوسكورس لكم لكمات شديدة في وجهه وخلعت أسنانه وضروسه لأنه حام عن الإيمان، بل ونتف شعر لحيته، وحمل هذه الأشياء وأرسلها إلى أبنائه وقال لهم هذه هي ثمار أو علامات الإيمان فحافظوا على إيمانكم. شوفوا عظمة هذا الرجل. الكنيسة تذكره اليوم وتذكر معه طفلة صغيرة، فالكنيسة لا تميز بين رتبة كنسية ومؤمنين عاديين، لأنها عارفة أن ربنا ليس عنده محاباة. ربنا ما عندوش محاباة. أنا آتي سريعا وأجرتي معي وأجازي كل واحد كما يكون عمله.